إذا أخبرتك أن طريق المغرب للتتويج بكأس إفريقيا 2025 يبدأ قبل صافرة البداية، فصدقني، المنتخبات تفوز بالتفاصيل الصغيرة وليس بالأسماء فقط. لذلك امنحني دقائقك، وسأضع أمامك خطة واقعية ب3 مفاتيح ذهبية و3 أخطاء قاتلة يجب تفاديها. أولاً، الهوية التكتيكية المرنة. نريد 4-3-3 تتحول بالكرة إلى 3-5 عبر صعود الظهير الأيمن عالياً وارتداد الظهير الأيسر للداخل لتشكيل ثنائي ارتكاز مع الوسط، وهكذا نكسب عمقاً وعدداً في القنوات النصفية حيث يحب صانعو اللعب التحرك. هنا يتألق لاعب مثل براهيم دياز بين الخطوط، يربط المثلث مع الظهير والجناح ويضرب الدفاع بتمريرة ثالث رجل في اللحظة المناسبة، بينما يحافظ رأس الحربة على عمق الهجوم ويشد قلوب الدفاع، ومعه جناح عكسي يهاجم القائم البعيد لاستثمار العرضيات الأرضية السريعة. ثانياً، تكسير التكتلات المنخفضة. الحل ليس الإكثار من العرضيات العالية، بل خلق تفوق عددي ومحوري في نصف المساحة. تمريرة قطرية قصيرة نحو حافة الصندوق تتبعها، عرضية نصف مساحة منخفضة إلى نقطة الجزاء، مع تبادل أدوار بين الجناح والداخل الهجومي حتى لا يقرأ الدفاع النمط. وثالثاً، التحولات والضغط بعد الفقد. المغرب يملك لاعبين سريعين وقادرين على القطع في التوقيت، لذا يجب أن تكون أول 5 ثوان بعد فقدان الكرة مميتة للمنافس. ضغط ثلاثي يوجه الخصم نحو الخط الجانبي، وخلفه مصيدة اعتراض تمنحنا فرصة تسديد أو ركنية. الآن إلى الأخطاء القاتلة. لا تبطئ الإيقاع بعد التقدم بهدف، هذا يمنح الخصم شجاعة مجانية. حافظ على وتيرة تمريرات عالية مع تبديل مراكز مستمر كل 90 ثانية لقتل الإحساس بالراحة. لدى المدافعين، لا ترفع الخط الدفاعي بلا حماية في العمق. لاعب ارتكازنا يجب أن يقرأ الكرة الثانية ويغلق المساحات خلف الأظهرة، ولا تستهن بالكرات الثابتة. خصص سيناريوهين على الأقل لكل مباراة، واحد على القائم القريب بلمسة تحضير، وآخر كرة مقوسة إلى القائم البعيد مع جري خادع من لاعب لا يتوقعه الخصم. عامل الخبرة مهم، قيادة من الحارس، هدوء في قلب الدفاع، وتمرير أول متقن من لاعب الوسط الذي يكسر أول خط ضغط، ثم جرأة في الثلث الأخير عبر مراوغة قصيرة وتمريرات عمودية محسوبة. الجمهور سيصنع فارقا نفسيا، لكن الفوز يأتي حين نحول هذه الطاقة إلى تفاصيل مخططة. تبديل مبكر إن انخفض الإيقاع، أو إدخال جناح طازج لجر الظهير لارتكاب أخطاء. في النهاية، إن طبق المغرب هذه المبادئ سيملك مزيجا من السيطرة والسرعة والمفاجأة. اكتب لي تشكيلتك المثالية للمباراة النهائية. من على اليمين؟ ومن في رقم 8 خلف المهاجم؟ وإذا رأيت سرا آخر للتتويج ضعه في التعليقات لنقرأ أفضل 5 اقتراحات في فيديو قادم.